لو لسه ما جربتيش محشي الفرن فاتك كتير، طعمه خرافي. هقولك على كل التكات اللي يطلع معاكي مظبوط، والرز مفلفل ومش معجن ومستوي على الاخر. بصوا، على فكرة طعمه روعة روعة، لسه ما جربوش فاتوا كتير. غير محشي الحلة خالص. بصوا الرز مفلفل مش معجن مستوي مظبوط. اول حاجة هنعمل خلطة المحشي. انا معايا هنا حوالي 4 بصلات كبار متقطعين، نزلتهم على ربع كوبايه من الزيت تقريبا. المحشي بيحب الزيت عشان يطلع بيلمع. هبتدي اشوح في البصلايه كده لحد ما تبقى لونها ذهبي، وكل ما شوحتيها كويس كل ما ادت تسكير. هنزل بعد كده بمعلقه كبيره من الصلصه، وهبتدي اشوح فيها كويس عشان اضيع طعم الماده الحافظه اللي فيها، عشان تدي لون حلو للمحشي بتاعي. وهنزل عليها بلتر من الطماطم مضروبه ومعصوره، بس انا مش مصفياها، المحشي مش بنصفي الصلصه. هحط بقى عليها ملح وفلفل اسود وكمون وبابريكا. هسيبها بقى تتسبك معايا لحد ما تقصر زي ما انتوا شايفين كده، والزيت يطلع على الوش. تمام، بس كده. وهطفي عليها. تقدري تفرزيها على فكره في الفريزر وتطلعيها وقت ما انت محتاجه. معايا بقى حسبه من الشبت والبقدونس والكزبره، وهقطعهم رفيع زي ما انتوا شايفين كده. وانا بحب اسيب الخضره للاخر كده عشان تدي طعم حلو وما تضيعش مع سخونيه النار. هبتدي بقى اضيف الرز على الصلصه. ده حوالي نص كيلو على فكرة من الرز المغسول. ودي بصلاية مبشورة، وانا حاطه عليها شوية ملح وفلفل اسود ودعكاها كده، بتدي طعم حلو قوي للمحشي. وحطيت فلفل اسود والملح وشوية من الزيت عشان تدي لمعة للمحشي، وكمان الرز يطلع مفلفل. بس ودي الخلطة بتاعتنا خلصت. ادي اول خطوة. جبنا الخضار بقى المشكل بتاعنا، بتنجان على كوسة على فلفل، وقورته ونضفته زي الفل. انا ما رضيتش اجيب الخطوه دي عشان ما اطولش الفيديو، كلكم شاطرين وعارفين ازاي تقوروا البتنجان والكوسه، كلكم احسن مني بكتير. بس هبتدي بقى احشي. اهم حاجه بس لما تيجي تحشي الكوسه او البتنجان او الفلفل ما تمليهاش للاخر، سيبي حته فاضيه في الاخر عشان الرز اصلا بيزيد. فلما انت تمليه للاخر هتلاقي الرز طلع معاكي وملا الصينيه او الحله بتاعتك. بس انا هبتدي احشي كل المحشي بتاعي ده وارجع لكم. انا حضرت هنا بقى قرديه من الطماطم والبصل، ممكن تحطي عروق شبت وبقدونس. المهم هنرص المحشي بتاعنا زي ما انتم شايفين، وهحط له شوربه بمقدار تغطي بس ربع الطبقه بتاعه المحشي. يعني اول طبقه انتم شايفينها كده انا بغطي توصل لربعها بس. هبتدي اغطيها بقى بورق الزبده والفويل وادخلها على درجه حراره 200 لحد ما تستوي. وفي اخر 5 دقايق هكشفها عشان ياخد لون جميل في الاخر. مقدار المية مظبوط خالص، المحشي طالع مستوي. هياخد تقريبا حوالي ساعة الا ربع لساعة معاكي، وهتلاقيه استوى بقى زي القمر كده زي ما انتوا شايفين. الخضار استوى والرز طالع مفلفل ومستوي جدا. بصوا، كان سخن جدا مش عارفة امسكه. بصوا الرز مفلفلة ازاي، شايفين؟ لو استفدتي يا ريت لايك وشير وفولو.